الفيديو مفبرك، الفيديو ده مش حقيقي. فيديو للكبار فقط يشعل مواقع التواصل الاجتماعي للمطربة رحمة محسن. ويا ترى كان ايه رد فعلها بعد انتشار الفيديو ده، واخواتها قالوا ايه؟ طب ايه اللي دخل هدير عبد الرازق في الموضوع؟ تبقى نازله بملايه يعني اللي هو الهي واللي اللي فيها تجيبه فيك. تفاصيل كتيرة جدا هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. رحمة محسن مواليد 1993، اتولدت في أحد المناطق الشعبية بالقاهرة، وبداية ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتظهر وهي في المشروع بتاعها اللي كانت بتحاول تحقق حلمها منه، مشروع عربية الشاي اللي بتتعمل في الشارع. وبدأت الناس تدعمها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثناء وقوفها على عربية الشاي كانت بتغني في فيديوهات وترفعها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحد ما جت اللقطة وربنا كرمها وبقت نجمة ومشهورة، وبدأت تغني في الأفراح الشعبية وفي الكافيهات والمحلات. وأثناء غنائها في الأماكن الشعبية والأفراح بالصدفة الباحتة غنت غنوة اسمها مفاتيح قلبك معايا، والغنوة دي كانت وش السعد على رحمة لأنها تصدرت البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت الناس تعرف رحمة محسن. ومن هنا رحمة أجرها غلي في كل الأفراح، وبقت بتاخد أرقام مهولة. وشوية واتفاجئنا بالنجم أحمد العوضي أثناء تقديمه مسلسل فهد البطل إن رحمة محسن اللي هتغني التتر بتاع المسلسل، وكمان عاملة أغاني جوه المسلسل. مبروك يا أحمد. مبروك يا فهد. مبروك يا أخويا. مبروك يا أستاذ. يلا بينا. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وكان طول الوقت الناس بتتساءل ازاي احمد العوضي يغامر بمطربة جديدة في مسلسل تقيل بالشكل ده، اكيد في بينهم حاجة.